صباح الفل يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ حذروا فزروا بقى النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل بليلة. طبعا كل الدنيا بتحبها، الكبير والصغير. اول حاجة نجيب نص كيلو قمح. طبعا يعني على حسب كل واحد، على حسب الكمية اللي عايزها، ممكن يعمل ربع، ممكن يعمل نص كيلو، ممكن يعمل كيلو على بعضه مرة واحدة، وبعد كده يقسمه ويشيله يطلع جزء جزء. كل واحد على حسب يعني. هنغسلها كويس جدا، حطيتها في الحلة وغسلتها كويس جدا كذا مرة، وغيرت المية بتاعتها كتير. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنحطها على البوتاجاز. تاخد غلوتين معانا، او زي ما انتوا شايفين كده هي خدت غلوتين. معلش هو الدخان بس بيطلع على الكاميرا فمبوظ الكاميرا خالص. او بنشيل بقى الريم اللي عليها دوت. وبعد ما تاخد غلوتين كده بنعمل ايه؟ بنروح مغطيينها ونطفي عليها، ونسيبها بقى مع نفسها كده ايه من حوالي ساعة ساعتين. تكوني بتعملي اي حاجة خلصيها وارجعي لها تاني. بصوا بقى بعد لما رجعنا لها تاني، زي ما انتوا شايفين كده القمح كله فتح من بعضه. اول ما تلاقيه فتح من بعضه كده هو كده تمام كده. انتي بقى ايه، يا دوبك هو هياخد غلوة كده على النار وخلاص. على كده هو كده بيبقى استوى خلاص. هنبتدي بقى نشغل عليه البوتاجاز تاني. انا بقى كنت عامله ايه؟ كنت غاليه كيلو ونص من اليوم اللي قبلها. ده السكر. طبعا السكر احنا مش بنظبطه خالص، لا بنخلينا مقللينه سيكه كده، علشان لو حد مش بيحب السكر مظبوط، بيحبه قليل شويه، يبقى يقدر ياكل منها. حد عايز بقى سكر مظبوط او سكر زياده بيزود معلقه، مفيش مشكله. زي ما انتوا شايفين كده هي بدأت تغلي تاني اهي. وانا اللبن ده كيلو ونص، انا غلياه من قبلها بيوم علشان يعمل القشطه اللي انتوا شايفينها ديت، عشان ما اضطرش اشتري قشطه والكلام دوت. وبعدين القشطه بتاعت اللبن بتبقى اجمل صراحه من اللي بتشتريها يعني. وبصراحه بقى كمان هو بالقشطه ديت انت كده مش محتاجه تحطي عليه اي حاجه خالص، ولا بقى لبن بودر ولا كريم شانتيه ولا. يعني مع احترامي للحاجات دي كلها كنت بحطها وكل حاجه وطعمها برضو بيبقى جميل وحلو جدا. بس خلاص بقى مبقاش في مجال ان احنا نقعد نفتكس ونحط 100 حاجة في الطريقة الواحدة. يعني الاسعار اللي احنا فيها ديت صراحة بقت مخلية الواحد بيحاول يقتصد على قد ما يقدر يعني. احنا كده هنسيبها ايه تغلي كده. عقبال ما تغلي انا اكون محضرة نص كوباية مية عليها 4 معالق نشا. واضيفهم عليها عشان بس تديها ايه قوام تقيل شوية سيكة بس كده. بتبقى اجمل يعني. هي مش هتتقلها خالص، لكن هتديها ايه قوام اتقل شوية بس كده ايه. واحنا بناكلها كده تحسي بيها قوامها تقيل شوية. تمام. هنحط بقى كمان ظرف فانيليا، علشان برضو ريحة تديها ريحة حلوة. وفي الاخر بقى هنحط معلقة بقى. بصوا يعني جميلة جدا بقى. بص دي بقى ده التاتش بتاع امي الله يرحمها بقى يعني. كانت دايما تحطهن على البليلة. يا ترى ايه هو بقى دلوقتي؟ هتشوفوه. هيخلي على فكرة بيديها برضو ريحة جميلة قوي وطعم، وبيديها دسامة برضو حلوة كده. ولو مش عايزين، اللي مش عايز براحته مفيش مشكلة يعني. بصوا هحط اهو دلوقتي دي ايه معلقة سمنة بلدي، برضو بتخليها جميلة جدا جدا يعني. أه يا دوبك انا هسيحها بس كده معلقة السمنة وخلاص على كده. وهطفي بقى عليها وهصبها. طبعا بقى البليلة دي في الشتاء بتبقى خطيرة، تاكليها بقى الصبح تاكليها بالليل. وللأطفال كمان حلوة جدا ومفيدة جدا، وكل الأطفال بيحبوها الصراحة يعني. وبتبقى بالنسبة لهم زي وجبة يعني. هم لو حتى مش عايزين يفطروا أو مش عايزين يتعشوا، ممكن بياخدوا كوباية منها. دي كافية بالنسبة لهم يعني. طبعا فيها القمح وفيها اللبن والقشطة. يعني جميلة الصراحة. جربوها بالطريقة ديت برضو، بطريقة سهلة جدا من غير أي افتكاسات ومن غير أي حركات. وفي نفس الوقت بتطلع جميلة جدا وطعمها حلو جدا ومغذية جدا. يا ريت اللي يجربها بالطريقة بتاعتي ديت يقولي ان هو عملها ويقولي رأيه في الكومنتات ايه. يلا باي باي.